السلام عليكم، أهلا وسهلا ومرحبا مع لمسات سحرية. بسم الله على بركة الله. صلوا على رسول عليه ألف صلاة والسلام. لهنا ما زلنا مع سلسلة الحلويات، واليوم راح نحضر معكم مكروط تقليدي، طبعا مكروط السنيوة. يعني مكروط اللي نطيبوه في الكوشة. لهذا المكروط شوفوا يجي فيه واحد القرماشة، وفي نفس الوقت يكون هشيش. بسم الله على بركة الله. نرحب بجميع اللي كيشاهدوا فيديوهاتي داخل الوطن وخارج الوطن، وجزاكم الله خيرا. بسم الله على بركة الله. ها هما المكونات: عندي كيلو نتاع الغرس، عندي كيلو نتاع السميد نتاع المكروط، عندي السمن، عندي عطر نتاع الزهر، عندي ماء الزهر، عندي العسيلة. دروك نبدا نحضر. نوري لكم المقادير اللي حطيت هنا. كي نوري لكم في هذه العلبه نتاع السمن، جبت باش نديبو، لقيت يعني النص منها من فوق كاين ومن تحت كاين والوسط فارغ. يعني هل يعني بالعاني داروها هكا والا كيعمروها؟ العموم يعني باه تكون علبه كامله كانت غير النص. لهذا صورتها معكم، شوفوا. لا علينا، لهنا جبت هاد النوعية نتاع الغرس، أول مرة نشريها يعني نخدمها. صراحةً كي شفتها بانت لي شادة روحها، مي كي هاكا فتتها ودخلتها في بعضها جات ما شاء الله يعني. هنا لازمنا نهضروا، يعني الشي اللي يعجبنا نقولوا عليه، والشي اللي ما يعجبناش كيف كيف. هاد الغرس صراحةً مخدومة ما شاء الله، ما فيها حتى يعني ريحة العظم ما كانش فيها. لهنا جبت حطيت لها 2 ملايك نتاع الزبدة ولا السمن، ولا نقدروا نحطوا أي حاجة. نحطوا لها خلاف اللي عنده الجلجلان، نحطوا لها الجلجلان. مع الوقت طلق لنا هذيك البنة نتاع الجلجلان هايلة، مطحون ولا ماهيش مطحون. دخلتها في بعضها مليح مليح حتى ارتبط وحطيتها جانبا. جبت هنا السميد نتاعي، طبعا كيلتهم 3 كيلات بالغرفية نتاع الفريك هذا. يعني الأغلب المول يكون الصغير ماشي المول الكبير، يعني ما وزنتوش بالميزان، ولكن عيني هي ميزاني أي حاجة نديرو بها نكيلو بنفس الكيلة. لهنا جبت حطيت لهم ملعقة صغيرة نتاع الملح. المكروط كيما نملحوش يجي لنا صامت والو، نكونوا رايحين نعسلوه، ضروري نملحوه ماشي كمية كبيرة يعني. لهنا حطيت هاد عطر الزهر، مي بان لي شوية ناقصة الريحة، دروك نزيد ماء الزهر، يعني نحطو في الماء كي نبدا نطم فيها. جبت السمن نتاعي اللي ذوبته، هاو حطيت كيلة إلا ربع نتاع السمن وكملتها بزيت السانكو. ولهنا زيت 2 ملاعق فرينة، لأن الحرش هذاك جاني شوية خشين. أنا كنت قادرة نخدمو بدون لا نحط يعني الفرينة، ولكن مادام كنوري في الوصفة كاينين يمكن يطيح في يد وحدة، يعني في قدام وحدة وتكون حابة تهز الوصفة وتكون مبتدئة ويتفرك لها ولا حاجة. لهذا بغيت نخدمو يعني هكا باش يكون مضمون، ما يتفرك ما يصرالو حتى حاجة ولا نقليوه في الزيت. لهنا نجيب ندخلو مليح مليح، وكاين اللي يقولك خليه يبات احسن. انا ما خليته لا يبات لا والو، يعني ما با واحد الساعة هكاك. ولكن كاين سر باش خدمته داحب ما نخلوش يبات. لاخر الفيديو نقول لكم واش هو. لهنا ندخلوه مليح مليح، ضروري ندخلوه باه يعني يكون على حبة. لهنا زيد جبت نفس المول اللي حطيت فيه عمرته بالماء. وهنا ما نخليكمش حتى لاخر الفيديو باش نقول لكم السر هذا اللي يعني ينقص لنا الوقت، اللي باش ضروري نخدموه في الليل يعني باه يكون طري. نخدموه بالماء الدافي. الماء الدافي يفعله يعني، ويكون نكسبوا الوقت
بالطريقة هذه. هنا دفيت الماء وخمرته ب هكا يكون شوية طالق. هذاك السميد نتاع المكروط يكون خشين، يعني ضروري يتشرب. دخلته مليح، هنا ما كينعجنش، أنا غير ندخل في بعضه برك، كأنني كنطم فيه في بعضه برك، ماشي العجين يعني نعجنوه، المكروط ما نعجنوش. زيت نصف كيلة، ويعني خمرته تركته ارتاح ورجعت ليه لكيتو. شربها هذيك نص كيلة، زيدت لها تقريبا 4 ملاعق نتاع ماء الزهر، وبقى نحط ونطم. يعني هنا يبان بلي طال كمية ويتشرب مع الوقت يتشرب. لهنا نجيب كيس ونغطيه ونتركو يرتاح مدة نص ساعة ولا ساعة، ومن بعد نرجع ليه. أنا تركته صراحةً، تركته ورجعت نخدم في الباقلاوة، يعني ماشي تركته هكاك، كنت نخدم في 2 أنواع باش طيبتهم على ضربة. لهنا هاني تركته يرتاح. ودروك رجعت ليه، ها هو شفتو كيفاش كتفتت. بالليل كيتها تشربت، هنا نزيد نضيف لها هداك الماء اللي تركته فيما قبل. دات لي كيلو ونص نتاع الماء. ها هنايا صايي دروكا باش نجيب نبدا نشكل في الحرابيش نتاعي. ما وزنت ما والو، عيني هي ميزاني، وصراحةً جا ناجح مليار بالمِيّة، وراكم شفتو في بداية الفيديو والو ما كانش واضح. صدقوني أنا هنا يعني كي نكون شارجي ونكون مضغوطة ما كنقدرش نصور كما يلزم. المهم الوصفة تكون واضحة كيفاش خدمتها برك. ها هو هنا أنا المقروض نتاعي نحب يكون فيه الغرس يعني كمية كبيرة. ما نبغاش اللي يكون هذاك، كاين اللي يحطوا يعني كمية صغيرة ويكون السميد كتر على الغرس. أنا نحبو يكون معمّر مليح مليح بالغرس. الغرس كاينين بعض البلدان ما يعرفوش واش الغرس، عجينة التمر. لهنا جبت هاد الطابع اللي يعني خرج ما شاء الله. عندي عدة أنواع نتاع المقروط، ولكن هذا اللي أعجبني وجا يعني ما كبير ما صغير، جا التشكيلة نتاعو ما شاء الله. ها هو عش النحلة كيفاش جا ما شاء الله. يعني هاد الطابعات لقيناهم في السوق يبيعوا فيهم 3 ب10,000، وهما فعالين ما شاء الله. شفتوا كيفاه حطيت العجينة، نسيت ما قلتلكمش، نصف ملعقة صغيرة خمرت الحلويات باش يكون هشيش. هنا شوفوا كيفاش كيطاب، أنا كنوري لكم هنا على الغرس الكمية اللي حطيت فيه. هنا جبت نعسلو، كاين يعني يقول لك حتى نجيو نسربوه باش نعسلوه. وهنا أنا كي جبدتو سخون حطيت له ماشي كمية كبيرة د العسيلة، ها هي العسل ما نضيفو لها والو. يعني بالطريقة هذه ما يرطب ما يفسل ما يفسد ما والو، يتقاد فيه هذيك القرمشة ويقعد محافظ على الشكل نتاعو يعني. وما يكونش يعني المهم كي نزيدو والو الماء الزهر يعجن هكا بالزي، وملي كنحطو العسيلة نحطوها كيما راهي ما يصرالو والو. على العموم هذا هو الفيديو نتاعي نتاع المكروط، نتمنى ينال إعجابكم. إذا عجبكم دعمونا بالجيم وخليولنا بصمة، خلي بصمتكم في الجنة إن شاء الله.
وجزاكم الله خيرًا، عواشركم مبروكة، كلوا صحة، رمضانكم صحة، فطوركم صحة، سحوركم، إن شاء الله يدخل علينا العيد بالصحة والسلامة وطول العمر يا ربي، وأنا نقول لكم في أمان الله في فيديو آخر إن شاء الله مع سلسلة الحلويات، نتمنى ينال إعجابكم.